اسهل 3 طرق ممكن تاخد بيهم سكرين شوت لشاشة الكمبيوتر هنعرفهم مع بعض في الفيديو ده. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. ندخل على طول في ال3 طرق اللي احنا قلنا عليهم. اول طريقة معانا وهي انك تضغط على زرار الويندوز اللي تحت ده مع زرار برنت سكرين مع بعض. هتضغط عليهم، بمجرد ما تضغط عليهم انا كده ضغطت، هو كده خد سكرين شوت لشاشة الكمبيوتر. ابى الاقي الصورة اللي هو خدها دي فين؟ هتدخل على بيكتشر، هتختار بيكتشر من هنا سكرين شوت. ادي الصورة اللي هو احنا خدناها سكرين شوت مع بعض. دي اسهل طريقة وابسط طريقة، بمجرد ما ضغط زرار الويندوز مع برنت سكرين هو خد لي شاشة الكمبيوتر سكرينها مباشرة. تاني طريقة معانا وهي انك تضغط على زرار برنت سكرين بس فقط لا غير، يعني زرار برنت سكرين بس. انا ضغطت عليه على كده، اعمل ايه بعد كده؟ هفتح برنامج الرسام. بعد ما فتحت برنامج الرسام هعمل كنترول في. اول ما ضغطت كنترول في الصورة ظهرت معايا هنا في برنامج الرسام. هحفظ بعد كده، هحفظ الصورة سيف از، هحفظها على الديسكتوب واحفظها كجي بي جي او بي ان جي زي ما انا عايز يعني. فانا هختار هنا جي بي جي. انا حفظتها هنا على الديسكتوب، بعد كده اقفل برنامج الرسام هلاقي الصورة اتحفظت معايا. تالت طريقة واللي كلنا تقريبا عارفينها وهي اداة السنيبنج تول. هاجي هنا هبحث عنها، لو مش ظاهرة معاك هتبحث عنها سنيبنج تول هتلاقيها ظهرت معاك. هتيجي هنا تضغط نيو وتاخد للمكان اللي انت عايزه. يعني هنا ميزتها انك بتحدد براحتك الجزء المعين اللي انت عايزه. يعني انا لو عايز الجزء ده بس هلاقي ظهر معايا، بعد كده احفظه. لو مش عايز الجزء ده، لو عايز الشاشة كلها هختار الشاشة كلها كده. بعد كده برضو اختار حفظ سيف از وعلى الديسكتوب برضو واحفظها. هنا برضو لو عايز تعدل على الصورة حاجة او تكتب برضو بأداة سنيبنج تول في الامكانية دي تحفظها من اول وجديد زي ما عمل كده. يبقى الطرق اللي معانا خلصوا. لو كنت استفدت بأي حاجة في الفيديو ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.